رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع يوجه ضربة أخرى موجعة إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعدما نجح في ضمان أغلبية أصوات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك من أجل التصويت على المغرب لاحتضان كأس إفريقيا سنة 2025. وكشفت جريدة الأخبار عن مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي قرروا التصويت لصالح المغرب، وذلك بفضل قوة الملف المعروض على الكاف وقدرة المغرب على استضافة الحدث القاري بسهولة، بالإضافة إلى كون المغرب لم ينظم المسابقة القارية منذ سنوات طويلة مقارنة مع باقي البلدان المرشحة. وتابع المصدر ذاته أن رئيس الاتحاد المغربي نجح في حصد تأييد أعضاء المكتب التنفيذي، ومن المقرر أن يتم الإعلان النهائي عن هوية البلدان التي ستحتضن النسخ الثلاث المقبلة من نهائيات كأس إفريقيا في 13 من شهر يوليوز المقبل على هامش الجمعية العامة الانتخابية في عاصمة دولة البنين كوتونو. وتابع المصدر ذاته أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أصيب بخيبة أمل كبيرة، خصوصا أنه كان يماني النفس بكل الوسائل من أجل الظفر بتنظيم كأس إفريقيا 2025 أو 2027، واستغل الأحداث الرياضية الأخيرة التي تم تنظيمها في الجزائر من أجل استمالة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إلا أنه عجز عن ذلك، كما حاول الضغط على باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلا أنه فشل في هذا الأمر أيضا. وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد الجزائري في طريقه إلى تلقي ضربة موجعة جديدة بسبب رفض أعضاء من المكتب التنفيذي انضمام جهيد زفزاف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إليهم وعدم منحه العضوية، إذ أن الأخير لا يحظى بدعم كبير، خصوصا أن أغلبية الأصوات تؤيد عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم من أجل نيل عضوية الاتحاد الإفريقي. وتابع المصدر ذاته أن عمار بوهلال العضو السابق للاتحاد الجزائري سبق أيضا أن فشل سنة 2019 في الظفر بعضوية المكتب التنفيذي الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا، حيث انهزم أمام الشلماني 29 صوتا مقابل 21 صوتا. من جهة أخرى، تعهد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن اختيار البلد الذي سيحتضن لنهائيات كأس إفريقيا 2025 و2027 وبعدها 2029 سيكون بشفافية تامة وبكل مصداقية. وذكر موتسيبي بتكليف الاتحاد الإفريقي للجنة مستقلة تدرس بكل شفافية وموضوعية ملفات البلدان الراغبة في احتضان النسختين المقبلتين من العرس الإفريقي. وقال رئيس الهيئة القارية إن على البلد الذي سيفوز بشرف تنظيم أي نسخة من نهائيات كأس إفريقيا أن يكون في مستوى الحدث القاري من جميع النواحي.